السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن lesson 4 الدرس الرابع في يونت 1 في الوحدة الأولى. الدرس بتاعنا النهاردة عسول كده وسهل وجميل. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الفونكس، يعني بيتكلم عن بعض كده القواعد اللي بتعلمني إن أنا أقرأ بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة بيكلمني عن صوت السي اتش لما يجوا جنب بعض كده، ده اسمه صوت مركب. يعني إيه صوت مركب؟ يعني مجموعة كده من الحروف بتدي صوت معين، يعني ما بيبقاش حرف واحد بيدي صوت، لا، ده مجموعة من الحروف بتدي صوت كده مميز. زي مثلا السي اتش لما يجوا جنب بعض يدونا ايه؟ يدونا صوت ش ش. يبقى السي اتش جنب بعض هيدوني صوت ش. طب ايه العلامة اللي في الاخر دي؟ اللي حابب يعرف ايه العلامة اللي في الاخر دي، ده اسمه رمز صوتي. يعني ايه رمز صوتي؟ كأنه علامة لما بشوفها بعرف ايه الصوت اللي هطلعه. يعني مثلا لو شفت العلامة دي اول ما اشوفها اروح مطلعه صوت الايه؟ العلامة دي بتظهر فين؟ بتظهر في القاموس. يعني لو كتبت كلمة في قاموس كده معاك على الموبايل مثلا، فهتظهر لك العلامة دي، فمعنى العلامة دي ان انا هطلع صوت طبعا مش علينا ان احنا نعرف العلامة دي، بس عشان لو مثلا ماما بتذاكر لك وبتتفرج عليا دلوقتي تعرف ايه معنى العلامة دي. فمثلا هنا اول كلمة عندي سي اتش، فيها سي اتش، فهقول الكلمة دي هقسمها مقطعين، فهقول children. children يعني ايه children؟ يعني اطفال. خدت بالك من التش اللي انا قلتها دي؟ يبقى اطفال يعني children. children يعني ايه شاطئ؟ انا عندي الاي اي لما بيجوا ورا بعض كده بيديني صوت اللونج اي، صوت الاي الطويل، بنطق الاي باسمه. شاطئ يعني beach. beach. وخلي بالك ما بطلعش هوا في البي عشان تفرق ما بين beach شاطئ وبيتش خوخة. تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي بيتش من غير هوا. بعد كده البطاطس، وهنا رقائق بطاطس يعني جمع، بحط في اخرها اس الجمع اسمها chips. chips. chips يعني ايه؟ دجاج. هقسم الكلمة هنا لمقطعين صوتيين عشان اعرف اقراها بسهولة. chicken. 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 تمام؟ نيجي بقى هنا بيقول لي ان الاي صوته الاي صوته ايه؟ لو خدت بالك انت قلت ايه؟ chips. chips. شه. chips. children. شه. children. دجاج قلت شه برضو هنا chicken. chicken. فالاي صوتها ايه ده برضو؟ ده الرمز الصوتي. لو عايز تعرف ايه ده، ده رمز صوتي، يعني علامة اول ما اشوفها اعرف الصوت اللي هطلعه. فمعنى العلامة دي ان الصوت اللي هتطلعه هو يبقى احنا خدنا كام كلمة كده؟ 4 كلمات. children. children. beach. chips. chicken. لو عايز تعرف مفرد اطفال ايه؟ مفرد اطفال، كلمة اطفال ده جمع شاذ. يعني ايه جمع شاذ؟ يعني مش الجمع اللي انا بحط له اس الجمع، ما بيرضاش ياخد اس. طب مفردها ايه؟ مفردها child. child. child يعني طفل واحد. طفل واحد. طب اطفال يعني ايه؟ children. children. نيجي هنا حاجة اسمها المقاطع الصوتية، السيلابلز. يعني ايه مقاطع صوتية؟ خدت بالك لما قلت لك الكلمة لما تقسمها بتبقى سهلة، فقسمها لجزئين مثلا او ممكن تقسمها ل3. طب انا هقسمها لجزئين او 3 على اساس ايه؟ على اساس الاصوات المتحركة في الكلمة. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا صوت متحرك اللي هو مش ده من اللي هو الاي، صوته مش ده من الحروف المتحركة. يبقى انا عندي صوت متحرك، صوت متحرك اللي هو فطالما صوت متحرك واحد يبقى الكلمة مقطع واحد، فاقول chips. مش نتعمق قوي في الموضوع عشان تهش معايا، بس انت اعرف يعني ايه مقطع. يعني عبارة عن كلمة او جزء من الكلمة. يعني كده كلمة، كده كلمة، انا قلت chips على بعضها، او جزء من كلمة يعني حتة من الكلمة. زي لما قلت ايه؟ زي لما قلت شه chicken. قسمت الكلمة لكام جزء؟ لجزئين. فكده مش الكلمة كاملة، لا، ده جزء من الكلمة، تشه وتشيكن. فالجزء الصغنون ده اسمه مقطع. اسمه ايه؟ مقطع. فهو عبارة عن كلمة او جزء من الكلمة بيحتوي على صوت متحرك او اكثر. يعني ايه؟ مثلا عندي كلمة beach.
خلي بالك انا قلت صوت متحرك مش حرف متحرك، صوت متحرك مش حرف متحرك. يعني هنا عندي حرفين متحركين الاي والاي بس جايين ورا بعض، فبيدوا صوت ايه؟ الاي الطويل. صوت واحد بس اللي هو اي كده، فبقول بيتش. يبقى كده مقطع واحد ولا مقطعين؟ لا مقطع واحد، قسمته لحته واحده. لما اجي اقسم عندي الاح وعندي الاه، يعني اه عندي children مقطعين عشان عندي صوتين متحركين، فكده مقطعين. هنا قلت ايه؟ chicken. يبقى قسمت الكام جزء؟ قسمت الجزئين. فلما قسمت الجزئين قلت ان الكلمة دي ايه؟ مقطعين. عملية التقسيم لمقاطع ده بيسهل عملية القراية. كده نكون خلصنا الدرس الرابع في الوحدة الأولى. نتقابل إن شاء الله المرة الجاية في درس